على بعد أميال قليلة من سوريا يقع مطار تركي دولي في مدينة هاتاي. كل الرحلات صورناها سرا، وهي تضم رجالا من عدة بلدان تنشط فيها تنظيمات جهادية. فلماذا هم هنا؟ 2 من موريتانيا و4 من ليبيا يحملون حقائب زهر كبيرة. مرحبا، كيف حالك؟ من أين أنت؟ من بنغازي. من بنغازي، أوكي. وهناك أيضا أناس من مصر والسعودية، بل وحتى من ليستر بالمملكة المتحدة. منهم سياح، ولكن معظمهم يسرعون الخطى صوب سيارات في انتظارهم. ومن المذهل رؤية حشود من حول العالم وهي تقترب من سوريا، حيث القاعدة تنشط أمام مراقبة الحدود التركية. هذا المهرب يقودنا من المطار على هذا الطريق المحاط بمنازل آمنة إلى الحاجز، حيث يسلم الجهاديين الأجانب مباشرة إلى متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة التي باتت تسيطر على مناطق واسعة شمال سوريا. عندما يصلون يسجدون إلى الأرض، وبكاء بكاء 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 شديد جدا، وكأنهم لاقوا أعز من أهلهم. بدأ الأمر بذهاب مجموعة لقتال النظام السوري، وسرعان ما تكاثرت بعد الهجوم الكيماوي في دمشق في أغسطس آب. يقول هذا المهرب أنه قد هرب 400 شخص خلال الأشهر الماضية. ويبدو هذا الجهادي العراقي في قمة السعادة، وهو يستعد لدخول سوريا في تذكرة ذهاب من غير رجوع، ويتمنى أن يستشهد. وإن شاء الله يا رب الله يرزقنا الشهادة يا رب. ويقول إن الكثير من الغربيين يأتون إلى البلاد، كما أنه يريد رؤية خلافة إسلامية تمتد من سوريا إلى العراق من غير حدود وتستند إلى الشريعة الإسلامية. ويضيف أن قتالهم الآن لا يستهدف النظام السوري بل الغرب أيضا، لأن صمته حسب رأيه يعني تآمره ضدهم. وهذا يشكل خطرا على تركيا بشكل كبير، فيمكنك معاينة نشاط القاعدة من الحدود التركية. فالعلم الأسود الذي يشير إلى داعش أي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا تظهر أنها تحتل البلدة السورية جرابلس. وتصر تركيا على أنها تحارب التطرف، وأما الحركة السريعة للجهاديين قد تجعل تنظيم القاعدة الحاكم الجديد لشمال سوريا.